الإعلامية نهال طايل استضافت مصفف شعر الفنانين الشاب الجميل اللي قال إن أنا اعتزلت المهنة علشان أنا بصراحة كنت بسرح شعر أسماء جلال وحسيت إن أنا بعمل حاجة غلط وحاجة حرام. فطبعا الإعلام بتاعنا يسكت؟ لا، ما يسكتش. إزاي يا حلال وحرام أنت اتجننت؟ تعالى بقى. فالأستاذة نهال طايل استضافته وهي قاعدة لنا بالشعر الحرير على الخدود يهفهف ده، وقعدت تفهمه بقى وتقول له لا انت ما بتعملش حاجه حرام، انت كل اللي بتعمله حلال. هو انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت يا دوب بتلمس شعرها بس، انا مش عارف هي كانت عايزاه يلمس ايه تاني عشان يبقى حرام يعني. المهم في النهايه قالت له طب بص بقى، لا رايي ولا رايك، انا هجيب لك حد من المشايخ يفهمك ويعرفك علشان تعرف ان انت غلطان. وهوب بتقوم متصله بالشيخه سعاد صالح اللي قالت رايها في الموضوع. كلام انا وانت كلام اهل العلم واهل الفقه واهل الدين، وهم بقى اللي هيحطوا لنا النقط على الحروف. جاهز؟ جاهز. يقولوا لنا انت غلطان وانا مش غلطان، انت فلوسك حرام ولا مش حرام، انت ماشي في الحلال ولا انت مش ماشي في الحلال. جاهز؟ جاهز. هتستقبل بصدر رحب. هذا الشاب كان بيشتغل كوافير. نعم. اعلن مع نجمات كبار جدا، اعلن انه مش عايز الشغل ده تاني، ايوه. وانه هيسيبه. ليه؟ علشان هو حرام. ومعرفش فكرة الحلال والحرام بقت عندنا صعبة ليه؟ يعني ايه المشكلة؟ أيوة. ان هو شخص يطلع يقول انا مش عارف. للأسف الشديد أصبح الكل عالم من العلماء وبيفتي ويقول لك حرام على أي حاجة. فأنا بقول لابني أولا بشكره جدا على إن ربنا هداه لترك هذا الحرام. المهنة حرام؟ نعم حرام. الرجل لا يقرب للمرأة؟ نعم. في أي سواء شعر أو على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. والله يا نهال انا اتكسفت لك بصراحه، شكلك وحش وحش وحش، ويا ريت ده يكون درس ليكي عشان تحرمي وما تتكلميش بعد كده فيما لا تعلمي.